وعلى الفور نزلت فرقة البلطجية في الشوارع ومسكت العيال علقوه. في فيديو النهاردة هنتكلم عن أصل كلمة البلطجية اللي هي بالنسبة لنا دلوقتي مجرد صفة سيئة بتتردد حوالينا كتير، ده من الرغم إن أصلها ما كانش كده خالص. ففيديو النهاردة هنعرف فيه معنى كلمة بلطجية ومين هم البلطجية وإيه علاقتهم بمحمد علي باشا، وهل صفة البلطجي زمان كانت صفة سيئة زي دلوقتي ولا لأ. فحضر بقى جنبك بقسماطك ومج الشاي بحليب بتاعك وخلينا نبتدي. جيوب الأنفية اتخرمت. أول حاجة هنتكلم فيها وهي ما معنى كلمة بلطجي، بس قبل ما نقول معناها لازم نمسكها ونقسمها لجزئين. أول جزء معانا هيبقى اسمه بلط، وتاني جزء هيبقى اسمه جي، كلها على بعضها بقى يعني بلطجي. طيب ما معنى كلمة بلط وما معنى كلمة جي؟ هقولك يا سيدي، خلينا نمسك أول كلمة وهي بلط، ودي معناها بالتركي حامل البلطة. وتاني كلمة وهي جي، ودي برضو كلمة أصلها تركي بتنسب لشخص بيشتغل شغلانة معينة، وإحنا كمصريين بنستخدمها لحد النهاردة في كلام كتير جدا، زي مثلا أهوجي، مكوجي، وإلخ إلخ إلخ إلخ. تاني سؤال معانا وهو من هم البلطجية وإيه علاقتهم بمحمد علي؟ كانوا البلطجية زمان عبارة عن فرقة منظمة في الجيش العثماني في عصر محمد علي باشا. مهمتهم انهم بيقطعوا اشجار الغابات عشان يمهدوا ويسلكوا الطرق للمركبات وافراد الجيش عشان يعرفوا يعدوا. ده غير ان هم كانوا بيشاركوا في حفر الخنادق وبيطفوا الحرايق، حاجة كده بتشبه فرقة المشاة او الهيئة الهندسية اللي بتبقى في المقدمة بتاعت الجيوش. وخليني اقولك ان فرقة البلطجية دول ساعدوا الوالي محمد علي كتير جدا في بناء مصر الحديثة، لدرجة ان هو عمل قسم خاص لمدرسة البلطجة، والقسم دوت كان موجود جوه مدرسة المهندس خانة اللي في بولاق، ودي مدرسة كانت معمولة للمهندسين العسكريين بس. وكان وقتها كبير البلطجية بيلقب بلقب اسمه أغاسي. تالت سؤال معانا وهو هل صفة البلطجية زمان كانت صفة سيئة زي دلوقتي ولا لا؟ الإجابة لا، كانت صفة كويسة بدليل الكلام اللي أنا لسه حكيهولك من شوية، إن هم كانوا فرقة في الجيش وساعدوا محمد علي ولا بلا 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 بلا. ومن المواقف الطريفة في تاريخ البلطجية إن محمد علي خلال بناء الدولة الحديثة في مصر كان خصص مدارس بتعلم البنات التمريض، والبنات طلبة التمريض دول كانوا بيلبسوا لبس أبيض خاص بالممرضات، واللبس الابيض للبنات وقتها كان غريب شويه بالنسبه للمجتمع المصري، فده كان بيخلي الولاد اللي في الشوارع يعكسوا البنات وهم رايحين مدارس التمريض. فالموضوع وصل لمين؟ للوالي محمد علي، وبصراحه الراجل اتضايق جدا وما عجبهوش الوضع، فاصدر امر لفرقه البلطجيه بانهم ينزلوا الشوارع عشان يحموا البنات وهم رايحين المدارس. وعلى الفور نزلت فرقه البلطجيه في الشوارع ومسكت العيال علقوهم، ومش ضربوهم، لا، ده اللي اتعمل في العيال دي وقتها كفيل انه يخليهم يصوموا رمضان 26 يوم بس. وبس يا سيدي، هم دول البلطجية اللي كانوا مجرد فرقة من ضمن فرق كتير جدا في الجيش، وطبعا كل فرقة كان ليها تخصص. يعني كان عندك مثلا فرقة اللغمجية، ودول كان تخصصهم في زرع الألغام، والطبجية تخصصهم في ذخائر المدافع، والمدفعجية، وطبعا مش المدفعجيه بتوع المهرجانات، لا، دي كانت مجرد فرقه زي الفرق اللي انا لسه متكلم عنها دلوقتي، وكان تخصصهم في المدافع. وبس كده فيديو النهارده يكون خلص. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل لايك غلاسه. ولو انت اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زرار الجرس. ولو حابب يا ابن الناس انك تنضم لعائلة البليد وتكون من اول الناس اللي بتشوف الفيديوهات اول ما بتنزل، فاحنا بننزل على القناة هنا فيديو كل اسبوع، والفيديو ده بيكون يوم الخميس الساعة 7. فلو قررت انك تنضم للعيلة ابقى عرفني في الكومنتات تحت. وبما انك مكمل الفيديو لحد دلوقتي فانت اكيد فاضي وما عندكش حاجة تعملها، فلو كلامي ده صح تعالى اضيع لك الفضا ده بحلقة كده كنت بتكلم فيها عن حرامي قدر يخلي الشرطة تحرسه هو والمسروقات اللي كان سارقها. فلو عاوز تشوفها هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. سلام عليكم.